حكم الرجالة اللي بتبيع ملابس النساء؟ طيب بصي، هو في قاعدة مهمة أوي لازم انت تكوني عارفاها، ويا ريت الناس كلها تكون عارفاها، وحاول انت تكتبيها ورايا. هو الأصل في العمل الإباحة، يعني الأصل في أي عمل سواء في الرجال أو في النساء اللي هو الإباحة، لكن مع النساء بيبقى فيه ضوابط خاصة كده، خدي بالك منها. لازم تاخدي بالك منها. إيه هو العمل مباح؟ إلا إذا، خد بالك أنا بتكلم عن العمل مع النساء، إلا إذا كان في كشف عورات أو إثارة شهوات أو خضوع بالقول أو في نزع للحياء. ده رقم واحد، دي قاعدة انت لازم تبقى انت عارفها ولازم تكون انت عارفاها. طب رقم اتنين، هو انا ينفع اصلا او ينفع الراجل ان هو يشتغل في الحاجات دي؟ اولا لا يجوز، يعني من ادلة كثيرة جدا من الشرع والعقل والمنطق والمروءة والاخلاق ومن كل حاجة لا يجوز. اكتبي معايا الدليل الاول. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل الى عورة الرجل. ما ينفعش ان الرجل ينظر الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. هتيجي تقول لي يا شيخنا انا ما يعني هو انا بنظر لعورتها؟ يا حبيبي انت مش بتنظر لعورتها، انت عايش جوه تفاصيل عورتها. فاهماني؟ يعني انت بتوصف العوره بتاعتها، بتتعامل مباشره مع العوره بتاعتها. هو انت بتبيع لي ايه؟ ما الملابس الداخليه انا عارف انت بتبيع لي ايه، بتبيع لي جزء فوق وجزء تحت وكلنا عارفينه. ده رقم واحد. رقم اتنين، اكتبي: الاصل عندنا سد الذرائع. لحظه واحده، يعني ايه سد الذرائع؟ يعني كل طريق يؤدي الى حرام فانت حرام اصلا انك تشتغل فيه. هو ربنا لما قال ولا تقربوا الزنا، هو ربنا قال ما تزنوش ولا قال لا تقربوا الزنا؟ اهو ربنا بيقول لك اقف ما تقربش الزنا. كل طريق يؤدي الى الزنا الى الحرام ما تروحوش ابدا. لا تتبعوا خطوات، ما هي خطوه وخطوه وخطوه بتوديك للاخر للزنا. وشوف ياما اتخرب بيوت الرجاله. والله العظيم بتجيلي نساء بتصرخ، والله نساء بتصرخ مش قادر، بقى مدمن. تجارته بقت النساء، تجارته بقت ابضاع النساء. عارف يعني ايه بضع المرأة؟ فرج المرأة. واحد تجارته فروج المرأة، فروج النساء، بيتاجر في النساء وفي اعراض النساء وفي لبس النساء. واحد تجارته الستات. هتعيش معاه ازاي؟ هتنفع ازاي انت اصلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فكل وسيلة إلى محرم فهو محرم. اي حاجه بتوديك للمحرم فهي محرمه، لازم تبقى انت واخد بالك منها، وانت لازم تكوني واخده بالك منها. رقم ثلاثة، الحياء شعبه من شعب الايمان يا اخي. قال صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما بتبقاش واقف مكسوف، ما بتبقاش واقف محرج. انت ترضاها لمراتك؟ انت ترضى ان مراتك تخش على واحد يفضل يضحك لها ويفضل، انا اسف، يفضل كلمه من هنا وقطه من هنا وحكه من هنا وقله ادب ومرقعه وحاجات سخيفه جدا؟ ما بتبقاش مكسوف؟ ترضى مراتك تخش واحد، انا اسف، يعرض لها جزء داخلي من جسمها يقول لها تاخدي ده ولا تبيعي ده؟ طب بص، ده انا عندي طقم خرافه ما اقولكيش، ده مع ده ضرب نار. وقله ادب ومسخره وسخافه، قله ادب ومسخره. وعلى فكره ليكي شرعا، ليكي شرعا في الحاله دي انك تطلبي الطلاق منه، ما تعيشيش معاه، ما تعيشيش معاه، لان دي اصلا التجاره دي لا تجوز شرعا. ما ينفعش ان في راجل يبيع الكلام ده، ولا ان الست اصلا يحق ليها ان تدخل عند راجل وتبيع تشتري منه الكلام ده. يعني سبحان الله، سقوط المروءه. فين المروءه يا اخوانا؟ فين الحياء؟ يعني سقوط المروءه بيوقع الانسان في فساد. يعني ممكن ما يكونش الفعل اصلا حرام، لكن لعدم كونه يخلو من المروءه يؤدي الى حرام والعياذ بالله. وبعدين السؤال بقى الصادم، خدي بالك من السؤال الصادم: ترضاها انت لامك؟ ترضاها لاختك؟ ترضاها لاختك؟ ترضاها لامك؟ ترضاها لعمتك لخالتك؟ هتيجي تقول لي طب ما هو ده اكل عيش الناس يا شيخنا، نعمل ايه؟ يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. القضية انك مش بيع وشراء وخلاص. انت لازم تفهم يا ابني، انت بتبيع وبتشتري ايه؟ انت بتتاجر في النساء، بتتاجر في ابضاع النساء. تجارتك فاسدة. التجارة بتاعتك تجارة بور، تجارة فاسدة. انت بتزرع في ارض بور. زنيت كم مرة؟ ايه ده يا شيخنا انا ما جيتش؟ انت كذاب، انت كذاب. ياما زنيت بعينك، وياما زنيت بايدك، وياما زنيت بفرجك، وياما زنيت، وياما خربت بقول لك بتجيلي نساء بتصرخ والله تقول لي بقى مدمن مش قادره عليه. قلت له طب روح اتجوز بس ما تمشيش في الزنا ولا في الحرام. خلاص مش قادر، ما بقى ادمان والعياذ بالله. يقول: تذكر قول رسول الله: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. الرزق واسع، الحياء لا يعوض. وتذكر: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي الكريم، مش كل تجارة رزق. في تجارة
بتكسبك فلوس، لكن للأسف هتخسرك رجولتك. بس كده خلصنا. فشوف بقى، عايز تكسب فلوس وتخسر رجولتك، ولا عايز تكسب رجولتك وبيتك وأهل بيتك وتكسب ربك مقابل عرض من الدنيا رخيص؟ تذكر قول رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لا تيمموا الخبيث بالطيب. انت بتروح بتاكل بالخبيث والعياذ بالله، بتاكل الخبيث. تذكر قول رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يا ريت تشاركها مع كل راجل دي تجارته، وتشاركيها مع زوجك ومع أخوك، مع كل الرجالة اللي شغالة الشغلانة دي. شغلانة والله يعني خزي وعار. أعاذنا الله وإياكم، وهدانا الله وإياكم، ورزقنا الله وإياكم بالحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.